لما شركة سوني أعلنت عن البلاي ستيشن بورتال كانت حاجة مخيبة للآمال إلى حد ما، لأنه كان فقط للستريمينج. يعني لازم يكون عندك البلاي ستيشن 5 ويكون شغال عشان تقدر تعمل له ستريمينج، ودي اللي كانت أجهزة كتير بتقدر تعمله أساسا. وإنما بعد آخر أبديت دلوقتي تقدر تستغنى بالكامل عن البلاي ستيشن 5 بتاعك وتستخدم البلاي ستيشن بورتال بشكل منفصل بالكامل. أنا جمعت كل الأسئلة اللي عندكم، فخلينا نشوف الطريقة الكاملة في الفيديو ده وايه اللي محتاجه عشان تاخد افضل تجربة. اهلا بيكم. زي ما انتم شايفين كده انا مشغل جيم على البلاي ستيشن بورتال ومشغل جيم تاني خالص على البلاي ستيشن 5 بتاعي، وانا ما عنديش طبعا الا جهاز واحد. فخليني اقول لك ازاي ان انت تقدر تعمل حاجه زي كده. لما تفتح البلاي ستيشن بورتال بتاعك هيطلب منك الابديت، وبعد ما تعمل له ابديت هتلاقي موجود هنا كلاود ستريمينج. ايوه هي لسه في البيتا، يعني لسه في التستنج فيز، لسه بيعملوا لها تيست، يعني بيعملوا لها اختبار عشان تشوفوا كفاءتها، ولكن هي شغاله بشكل ممتاز جدا وهوريكم كمان بعد شويه. لما تدخل على الاوبشن ده هتلاقي في اوبشن اسمه كلاود ستريمينج. كلاود ستريمينج ده هتعمل له اون، وبعد كده هترجع وهتلاقي عندك تو اوبشنز. الاوبشن اللي هنا اللي هو الطبيعي بتاع البلاي ستيشن بورتال اللي بيعمل لك كونكت على البلاي ستيشن بتاعك، والاوبشن الثاني اللي هو الكلاود ستريمينج اللي هتقدر من خلاله تلعب كل الجيمز الموجودة عندك على اشتراك البلاي ستيشن بريميوم بشكل كامل. ولما تدخل عليها هتلاقي فيه اكتر من 120 جيم، وبيزيدوا كمان مع الوقت من الجيمز القوية جدا زي جوست اوف سوشيما ولاست اوف اس بارت 1 واساسن كريد وذا ويتشر وجيمز تانية كتير قوي. بس خليني كده اعمل تجربة لايف معاكم على الوقت اللي هاخده عشان انا اقدر ان انا ادخل على الجيم نفسها. خلينا نختار جيم زي ريتشتن كلانك ونعمل لها ستريم على طول. اول ما بتدخل عليها هتلاقي هنا بيعمل لك جيمنج ستارتنج سون، وبعد شويه هتلاقي الجيم اشتغلت على طول، والموضوع ما بياخدش وقت كتير. يمكن بس اول مره تعمل كونكت على الجيم هو اللي بياخد وقت شويه، ولكن هتلاقيها اشتغلت زي ما انتم شايفين وعملت اكسس على طول على الجيم. وتقدر ان انت تدخل عليها وتقدر ان انت تدخل على الجيم على طول وتعمل فيها ريزيوم، او ان انت تلعبها من الاول زي ما انت عايز. وزي ما هو واضح كده مفيش اي ستاترز ولا اي تقطيع خالص موجود، والجيم فعلا تقدر تلعبها بدون اي مشاكل خالص وبافضل تحكمات وافضل ديزاين انا بشوفه اتعمل في كل اجهزه الهاند هيلد الموجوده دي. فعلا هتاخد تجربه مميزه جدا، والجهاز ده فعلا بقى يستحق الشراء بعد ما كنت بقول عليه ان انت مش لازم تشتريه لان كان فيه مشاكل كتير. ولكن بالرغم من ان كل ده حاجه مميزه جدا، الميزه او الفيتشر دي لسه مش موجوده عندنا في الوطن العربي، وفي دول محدده قوي موجود فيها الابديت ده والفيتشر ده. ولكن في طريقه تقدر ان انت تتجاوز الموضوع ده وتشغله. خليني اقول لك ازاي. طيب في الاول خالص لازم تعمل جوين لبلاي ستيشن بلس. البلاي ستيشن بلس ده اشتراك جوه البلاي ستيشن بيقدر يتيح لك ميزات اضافيه. خلينا كده نستعرضها مع بعض في الاول. زي ما انتم شايفين كده انت عندك 3 فئات موجوده من اشتراكات البلاي ستيشن بلس. اول حاجه هي الاسينشال والاكسترا والبريميوم. طبعا كل واحده ليها المميزات بتاعتها، بس عشان تقدر تستخدم الكلاود ستريمينج لازم يكون عندك اشتراك البريميوم ده، فخلينا نركز عليه. اشتراك البريميوم ده بيديلك اكسس على الكلاسيك كاتالوج، وكمان الجيمز ترايلز اللي بيديلك نسخه ترايل كده من الجيمز الحديثه عشان تقدر تجربها، وكمان الكلاود ستريمينج والجيم كاتالوج وغيرها كتير. لو جينا نشوف سعره في الشهر هتلاقيه ب $18 في الشهر، او لو اشتركت 3 شهور هيبقى ب $50، ولو اشتركت سنه كامله هيبقى ب $112. طبعا الاشتراكات دي المفروض ان انت تشترك على اكونت يكون UK او امريكا او من الدول المسموح بيها بالكلاود ستريمينج، وانا هحط لكم الليسته بتاعت الدول اللي مسموح فيها كلاود ستريمينج عشان تقدر تعرفها وتقدر تكريت الاكونت بتاعك بتاع بلاي ستيشن عليها. بعد ما يكون عندك اكونت من الاكونتس بتاعت الدول دي بتقدر بعد كده تدخل فيه وتشترك بالبريميوم. لو الفيزا كارد بتاعتك ما اشتغلتش او وسيله الدفع بتاعتك ما اشتغلتش تقدر انت تشتري فاوتشر زي دي وتقدر ان انت تستخدمها وتعمل سبسكرايب في السيرفيس زي ما انت عايز، سواء شهر او سنه او 3 شهور. طيب بعد ما تعمل كده المفروض ان انت بتدخل تاني على البلاي ستيشن بورتال بتاعك وتروح للسيتنجز، وبعد كده تعمل ساين اوت. ساين اوت هنا هيطلعك من الاكونت اللي انت عليه اوريدي. لو انت طبعا ما عندكش اكونت هتقدر تدخل بالاكونت الامريكي على البلاي ستيشن بورتال من الاول. وبعد ما تعمل ساين ان هنا هتدخل وهتلاقي الابديت موجود عندك، ولما تدخل زي ما قلنا على السيتنجز بعد كده هتلاقي كلاود ستريمينج.
طيب دي مساله الاكونت. بعد كده خلينا ننتقل لاهم نقطه وهي الانترنت. من الحاجات المطلوبة من سوني نفسها، ده الموقع الرسمي طبعا بتاع سوني، ان يكون عندك 7 ميجا بايت مينيمم عشان تقدر تشغل الجيمز على دقة 720 بي، و13 ميجا بايت او زيادة عشان تقدر تشغل الجيمز على 1080 بي. فانت تقدر تعمل تيست للكونكشن بتاعك سواء بال 4 جي او الواي فاي بتاعك في البيت، عشان تشوف هل السرعة بتاعتك بتقدر توصل للحد ده ولا لا. عايز اقول لك كمان ان يمكن انت مش عايز تشترك في اشتراكات البلاي ستيشن وعايز ان انت تستخدم البلاي ستيشن بورتال على جهازك الشخصي. في بعض الحاجات هتساعدك بان انت تاخد تجربة افضل بانك انت فقط توصل البلاي ستيشن 5 بتاعك بوايرد كونكشن، يعني تقدر تحط كابل الانترنت بتاعك من الراوتر للبلاي ستيشن. ده هيساعد على ان الكونكشن يكون ستيبل وبشكل اسرع، وبيقلل بنسبه كبيره جدا جدا الستاترز او المشاكل او التقطيع اللي ممكن تلاقيه في الجيمز وانت بتلعبها على البلاي ستيشن بتاعك. طبعا في الحاله دي لازم البلاي ستيشن بتاعك يكون شغال وانت بس بتعمل ميرور. لو رجعنا تاني للكلاود ستريمينج، خليني اقول لك ان هو برضه مش بيرفكت، يعني محتاج شويه تحسينات، والتحسينات دي اكيد هتحصل في النسخه اللي جايه. بس على الاقل مع الكلاود ستريمينج انت تقدر تشغل الجيمز بتاعتك بدون الحاجه للبلاي ستيشن بتاعك، وفي نفس الوقت تكون انت مشغل اكونت موجود على البلاي ستيشن 5 بتاعك ومشغل الكلاود ستريمينج، فكأن عندك جهازين بلاي ستيشن شغالين عندك. اول حاجه هي انك مش هتقدر تعمل سيرش على الجيمز الموجوده، ولازم تعمل سكرول عشان تقدر تلاقي الجيم اللي انت عايزها. وبالرغم من ان المكتبه كبيره جدا، ولكن انت ممكن ما تلاقيش جيم محدده حابب ان انت تلعبها. لما تيجي تشغل جيم لاول مره هتدخل هنا وهتلاقي مكتوب الديتيلز والتفاصيل بتاعه الجيم نفسها، تقدر ان انت تقراها لو عايز، وهتلاقي هنا كلمه ستريم. لما تضغط عليها هيطلع على طول هو على السيرفرات الموجودة في بلاي ستيشن عشان يقدر يعمل لك ستريمينج للجيم نفسها. لما تدخل على الجيم وتعمل سوايب كده من اليمين هيظهر لك القائمة دي. اول اوبشن هنا طبعا هو ان انت تقفل الجيم نفسها، وتاني اوبشن هو البي اس لينك اللي بتقدر تعمل كونكت فيه على البلاي ستيشن بولس اللي هي السماعات الخاصه بالبلاي ستيشن بورتال. وهنا بتقدر ان انت تغير الريزولوشن، لو كان عندك الانترنت بطيء شويه ولكن قدرت تطلع ليه الكلاود ستريمينج تقدر تقلل الريزولوشن لحد 720 بي. وكمان تقدر تزود الاضاءه نفسها بتاعه الجهاز نفسه، وتقدر تروح للسيتنجز وتقدر تروح للهوم. الهوم هنا لما تدوس عليها هيطلب منك ان انت تقفل الجيم، وبعد كده هيوديك لهوم وتقدر ترجع تاني للمكتبه بتاعت الكلاود ستريمينج. وطبعا كل السيفز وكل البروجرس او التقدم بتاعك في الجيم نفسها هيكون متسجل على الكلاود. عايز اقول لك بقى ان في وسط كل ده افضل حاجه موجوده في البلاي ستيشن بورتال هي الارجونومكس بتاعته. يمكن انت لو جيت تشوف جهاز زي الستيم ديك هتلاقي الارجونومكس بتاعته مميزه وحلوه جدا، ولكن مش هتكون مريحه في بعض الاحيان. وحتى الليجن جو نفسه بالرغم من ان هو فيه بامب هنا عالي كده تقدر ان انت تتحكم فيه بشكل افضل، والشاشه كمان تقريبا نفس الحجم الموجود هنا، ولكن طبعا دي بدقه افضل، بس برضه التحكم فيها هيكون صعب شويه بسبب ان المسكه بتاعته ممكن ما تكونش مريحه. ولكن مع البلاي ستيشن بورتال انت كانك بالظبط واخد البلاي ستيشن دول سنس كنترولر، وواخد نفس الديزاين بتاعه في الجنب هنا، وكمان في الجنب ده نفس الديزاين بالظبط. وطبعا احنا عارفين قد ايه الدول سنس كنترولر مريح جدا في الايد، وتقدر توصل لكل تحكماتك بسهوله. وكمان افضل حاجه موجوده هي الهابتك فيدباكس، الفايبريشنز والموتورز الموجوده هنا مش موجوده في اي كنترولر تاني، ودي حاجه شركه سوني اضافتها كمان في البلاي ستيشن بورتال. فانت هتاخد نفس الهابتكس الموجوده في الدول سنس كنترولر ده هتلاقيها هنا في البورتال، وهتكون بتلعب في نفس الشاشه، وفي نفس الوقت مش متصل باي جهاز تاني، وتقدر تاخده معاك في اي مكان وتلعب على اي انترنت. بس طبعا لازم الانترنت بتاعك يكون بكفاءه كويسه. عايز كمان اقول لك ان انا في وقت تصوير الفيديو ده وصلني البلاي ستيشن بورتال نسخه ال 30 سنه، ومكتوب هنا طبعا البلاي ستيشن 30 انيفرساري. وعايز اقول لك ان من جمال الستيكرز ده انا مش عايز اشيله من وقتها، بس بما ان انا عندي جهازين بلاي ستيشن بورتال اقدر ان انا ادخل على البلاي ستيشن بتاعي عن طريق الريموت بلاي هنا، واقدر ان انا اكسس الاكونت تاني اللي عليه بلاي ستيشن بريميوم، واقدر ان انا اعمل كلاود ستريمينج هنا. لو عايز تشتري البلاي ستيشن بورتال ده هتلاقيه في حدود 200 دولار، و200 دولار دلوقتي اصبحت سعر كويس جدا على جهاز تقدر تستخدمه ستاند الون بالكامل. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن عشان لو عايز تشتريه، وقول لي في الكومنت ايه الجيم اللي انت حابب تلعبها على البلاي ستيشن بورتال. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد.